السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم بشرى سراج. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جبت لكم هذا الديكور على شكل محبقة اللي كيجي رائع ومختلف تماما. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم، بارطاجيوه مع الاهل والاصحاب ديالكم، وتفرجوا الفيديو من الاول للاخر باش تعرفوا الطريقه. فرجه ممتعه. اول حاجه عندنا هنايا هاد الحجيرات هادو المحار عاديين كيكونوا في البحر، هادو معوضتهم بالقرابه او الكياس. يعني الا كان عندكم متوفر استعملوا ديك الحجر القرابه اللي كيجي صغيور، كيجيو في المحابقات دابا دارجين على الموضه. وعندي هاد الغراف هذا الحليب اللي سبق لي صبغته، انا غنوريكم طريقه التصبيغ ديالو. وعندي كذلك هنايا هادي مهم كيطيحوا من الشجر، كنت جبتهم معايا من بن سليمان، جبت معايا واحد العدد. وعندي هنا غنحتاج الكرتون وغنحتاج اللصاق، يعني المهم بيستولي، وغنحتاج هاد الكاريط باش غنعملوها اللوجه. نتوما غتشوفوا يعني كيفاش غنستخدموا بيستولي كيف ما قلت لكم. هذا هو الفيديو اللي كنت صورت لكم يعني كيفاش كنصبغوا. انا تعمدت انني نصوروا النهار اللي صبغته ديك النهار، وانتو شفتوا كيف كان. وهذه هي الصبغه اللي صبغت بها الرشاشه. هذه الصراحه ساهله للناس اللي ما كيعرفوش يصبغوا، يعني ما كيتحكموش مثلا في الشتاء وديك الشيء. هذيك ساهله. وهذه كذلك حتى هي كنت صبغتها. هذه كانت عرفتهم ديك الشبيكات اللي كيكونوا كانت في الغوز، وصبغتها ورشيت عليها ديك السقلي كيتباع عند دروغري، كتشريو العبار اللي بغيتو ديك السقلي هذاك. وحتى هذه اللي بغيتو تصبغوها وترشوها كذلك حتى هي ماشي مشكل. صافي هنايا بديت كنصبغها. غير ديك الصباغه خصكم يعني تحركوها مزيان فيها بحال واحد الحجره كتبقى طقطق، وعاد كتصبغوا بها وكتحاولوا تحيدوا يدكم شويه، يعني ما تقربوش يدكم بزاف. هنايا بني بقى كيقول لي ارى لي طيني نصبر، قلت له الساعه جاتو عاصيه حيتاش المهم قاصح ديك الموضع اللي كيرشوا منه. انتو كتشوفوا يعني قرب يدو بزاف تبقى هابط ديك الشراطي. صافي وديك الساعه ديتالو، وكنت نسيت ما خشيتش في يدي بلاستيكه باش نصبغ يعني لا راحتي. عاد تفكرتها حيت انا كنت عملتها ملي جيت نصبغ اخرى، كنت عملتها في يدي باش كتصبغ بكل راحه. صافي كندخل يدي في وسطها وكنصبغها مزيان. صبغتها مزيان خليتها تنشف دغيا كتنشف الصراحه 5 دقائق كتكون نشفت. هذه هي اللي مزيانه في الصباغه هذه، وكتصبغوا بها اي حاجه بغيتوها. انا صبغت هادو وكنت صبغت حتى واحد بحال الشبكه كنعلق فيها الفناجن هيدا الكيسان، عاود جات مزيونه كانت عاديه وكانت بحال اللي بدات كتدرى، وحكيتها وصبغتها. وهذه نفس الصباغه هي اللي صبغت ديك اللمبه. اللي باقي ما شافش الفيديو ديال اللمبه يدخل يشوفوا. المهم هنايا كيف ما انا وريتكم الحاجات اللي غنستعملوا. هذا الكرتون هذا غنلويه مزيان، وغنلوي اخر حتى هو في وسطو. هذاك هو باش غنعمرها. انا ما خصنيش تجيني ثقيله، يعني انا بغيتش مثلا نعمل فيها مثلا سيما او نعمرها كامله بالحجار ولا غتجي ثقيله بزاف. يعني ممكن دابا هذه نبغي نعملها في شي موطع يكون خفيف، شي موطع يعني ماشي يعني ما كيتحملش يتقال بزاف، يعني هذه غتجي خفيفه. صافي كنحطها هيداك، وهذه غنعملها فوق منها. انا دابا غير غنقيس باش نشوف واش شحال غتجي طالعه، وعاد غنزولها وغنعمل لها للصق في القاع ديك الكرتون باش يشبر ديك الوسط. وعاد كنلصق ديك الكاغيط حتى هو باللصاق باش كيشبر يعني مزيان. صافي انا كنزولو هنا كيف ما شفتوا، وغنلصق غنعمل غير شويه اللصق في الوسط شويه هيدا مع واحد الجنب باش يشبر شويه وصافي. وعاد ديك ساعتك غنلصق هذيك. المهم هذه فكره جاتني وبغيت يعني نطبقها، وقلت نطبقها معاكم علاش لا. وهادوك ديك كنقولوا حنا بينيا، هادو كنت جبتهم معايا من بن سليمان، كانوا كاينين الشجر حدانا كيطيحوا منهم، وصراحه جبتهم شحال وهما عندي محطوطين، وقلت نديهم يعني ممكن ان شاء الله نحتاجهم شي حاجه. وصافي دابا جا وقتهم نبدا بهادي. وديك الساعه باقي لي شي ما عرفتش شي 4 هيدا ولا 5، دابا نستعملوا في شي حاجه اخرى ان شاء الله.
المهم صافي غنلصقوا ديك الكاغيط فوق هادي، فوق ديك الكرتون هذا، غير باش علاش مت هذا الكاغيط هذا باش يعطيني فين غنلصق ديك الحجر، يعني يعطيني واحد المساحه هيدا، يعني مساحه هيدا مسطحه هيدا باش يعطيني باش كيفاش نلصق ديك الحجر. هما كيجيو الصراحه محابق اللي خرجوا دابا يعني دارجين على الموضه، كيكونوا عامرين بديك الكايس، ديك القرابه اللي كتكون ستيتوها ماشي القرابه الكبيره. بالحق الا مثلا كان عندكم توفر ديك القرابه الكبيره، غير كتحاولوا تهرسوها وكترجع صغيره، صافي ديك ساعتي كتلصقوها بنفس يعني بنفس الطريقه. انا هذا المحار عاود كان عندي شحال وهو عندي، وقلت نخدم بهذا الشكل اللي بغيت. هذه غنحاول نقطع منها واحد شويه وغنتكيها غير باش نشبر لها، نشوف الموطع اللي غيجي فيها واش غتجي معوطه ولا لا. عاد ديك الساعه غنحيدها وغنزبق لصق ديك الحجر هو الاولي، وعاد نلصقها هي الاخريه. صافي كنشوف لها غير الموطع ديالها واش صافي جات يعني مزيانه. صافي هنا غنبداو بالتلصيق ديالهم، غنبقاو نعملوا واحد الكميه، واما في الحجره ونحطوها فوق ديك الكاغيط، واما نعملوا فوق الكاغيط ونحطوا فوق من الحجره، يعني اللي بغيتو اللي يجي لكم ساهل. ونبقاو ننزلوهم، يعني نحاولوا ننزلوهم قرابين من بعضهم باش ما يبقاش يبان كاغيط. وفي الاخر ملي تساليو هاد المرحله الا شفتوا شي موطع باين في الكاغيط كتنزلوا الحجره، يعني بين حجره وحجره نزلوا واحد الحجره مثلا شي حجره صغيره هيدا. المهم انا غنبقى ماشيه بهاد العمليه هادي حتى ندورها كامله، غنخلي غير الوسط هو اللي خاوي. صافي هنا بعد ما لصقتهم كيف ما كتشوفوا كيجيو مقاربين بعضهم، ملي كنشوف شي موطع خاوي غنزيد فيه، واخا حتى ملي نلصق هادي انا هادي عوضت لها، حاولت نعوض لها موطعها في الوسط. ملي غنشوف شي موطع خاوي هيدا في الجنابي ديالهم غنزيد الحجيرات. انا جبرت هادي الجنابي هادو بقاو خاويين يعني باينين، غنزيد فيها حجيرات، باقي غنزيد بزاف الحجيرات حيتاش غنشوف بعض المواطع يعني مهم جاو هيدا شكل ديالو ماشي مزيون، وغنزيد فيهم، غنختار شي الحجيرات صغيورين وغنزيدهم فيهم. وكان هذا هو الشكل النهائي الديكور ديالنا او محبقه ديالنا، اللي كيجي الشكل ديالها رائع من اشياء يعني موجوده، يعني تقدروا تدبروا عليها ولا موجوده في كل بيت، شي حاجه اللي يعني فابور ماشي شي حاجه الصراحه. المهم كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم
هذا الفيديو او هذا الديكور هذا. المهم انا ما نحطش في هذا المكان هذا، غير حطيته باش نصور لكم وصافي. انا ان شاء الله يا ربي دابا نصور لكم فين نزلته، واحد المكان اللي باقي عاد نعدلو وغنصور لكم في نفس الوقت، غنصور لكم شنو نزلت فوق منه. المهم خليها مفاجأة. المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، في امان الله، وشكرا على المشاهدة. باي باي.